كبير في تاريخ المغرب المعاصر، حدث المسيرة الخضراء. المسيرة كلمة تعني الاستمرار، فإن شارك أجدادنا في تحرير أرض الوطن فالمسيرة ما زالت مستمرة، وعلي أنا وأنت ونحن جميعا البناء والتشييد. فبفضل عزيمة لا تلين ورؤية متبصرة استحالت ثمار الصحراء وفيا فيها حضارة أرضا عمارة. نحن اليوم بالمدرسة الانبعاث نخلد الذكرى 47 من انطلاق المسيرة الخضراء بأمر من مذيعها الملك الراحل الحسن الثاني. انطلقوا في جولة لنأخذ ارتسامات الصغر. السلام عليكم، نحن اليوم من المستوى الرابع. ما اسمك؟ اسمي خديجة بطل. ماذا تمثل لك المسيرة الخضراء؟ كثقافة مغربية. المسيرة الخضراء فرصة للإبداع. ماذا تمثل لكم المسيرة الخضراء؟ تمثل لي المسيرة الخضراء جزء من الثقافة المغربية. تمثل لنا المسيرة الخضراء فرصة للمحاصيل. تمثل المسيرة الخضراء الثقافة المغربية. تمثل المسيرة الخضراء تعرف على الأشخاص. المسيرة الخضراء تمثل ذكرى خاصة بالمغاربة. تمثل المسيرة الخضراء ذكرى من تاريخ المغرب. حدث كهذا لا بد له من جلسة حوارية حتى نسمع قراءات الجيل الصاعد لهذا الحدث العظيم. لم تدم نشوة نيل الاستقلال إلا قليلا، حتى هب المغاربة على قلب رجل واحد صلة الرحم مع إخوانهم في الصحراء، رحم قطعها المستعمر الإسباني الغاشم، وتشبت بها سكان الجنوب وبعرى البيعة للسدة العلوية الشريفة. يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كانت خطبة عظيمة من رجل عظيم، ففتقت عبقريته عن تنظيم مسيرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. مسيرة جمعت شمال المغرب بجنوبه وشرقه بغربه، سلاحها قلب لا تهزه سوى كلمة واحدة: نداء الوطن. ذهب المغاربة حاملين كتاب الله، تدفعهم آمال تكللت بعودة الصحراء إلى حوزة الوطن، فانتهت مسيرة التحرير لتبدأ مسيرة التشييد والبناء.
الكلمات المعبرة. كلمات أكيد لن توفي هذا الحدث حق. والكلمة الآن سلام لمدرسة الانبعاث. بالنسبة للمسيرة أصبحت إرثاً وطنياً علينا الاعتزاز به وتناقله جيل عن جيل. المسيرة الخضراء درس يعلمنا العزم والإرادة مع ما يسند ذلك من تخطيط وتدبير وأخذ للأسباب، فليس من السهل تحريك أزيد من 400,000,000 مواطن ومواطنة. قرأت أن اختيار عدد المشاركين في المسيرة الخضراء لم يكن اعتباطيا، فقد كان نفسه وعدد مواليد تلك السنة. هذه إشارة للحفاظ على الوحدة الترابية، أمانة تسليم عبر الأجيال. شارك أجدادنا في تنظيم المسيرة الخضراء طواعية وحبا للوطن، ونحن أيضا سنشارك في تنظيم مسيرة بناء مغرب الغد. بالنسبة لي المسيرة الخضراء أصبحت إرثاً وطنياً يجب علينا الاعتزاز به وتناقله جيلاً عن جيل. هنا نترككم أعزائي المشاهدين ونترك لكم موعدا مع إطالة جديدة. صوت الحسن نادي بالسلم يا صاحبي.